بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن أخواتي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم جبت لكم مقروط برستيج يذوب في الفم وبأسرار بسيطة، ناجح من أول مرة. نبدأ بسميد. عندي سميد متوسط يعني نصف خشن 3 كيلات، نزيدوله كيلة ممسوحة فرينة. عندي ملعقة صغيرة ملح، زايد ملعقة كبيرة لافاني، 2 ملاعق كبار سكر يعطيله تحميرة من الفوق يعني، وملعقة صغيرة خميرة كيميائية. هنا عندي السر الأول، يعني نديرو تشيشة تاع القلب اللوز، ربع كيلة يعني حوالي 4 ملاعق، 3-4 ملاعق تشيشة تاع قلب اللوز خشينة، تخليها تحافظ على داك العسل اللي يعود لداخل، ما تنشفش بسرعة، تبقى شادة العسل كيما القلب اللوز يبقى شاد مدة طويلة لأن التشيشة تاعو قليظة. هنا عندي كيلة تاع السمن، كيلة إلا ربع السمن، أنا استعملت المدينة، زدت ضفت له زيت، عمرته بزيت يعني إلى الأقصى، درتها وبديت نفتل فيه هكذاك، نحاول اني ندخل داك السميد كامل بين الحبيبات تاع التشيشه، دخله كامل وتحكي، تمي تحكي تحكي تحكي. هذا سر من اسرار نجاح المقروط. تحكي براحة اليد تاعك حتى تحسي يدك سخنت وتحسي السميد داك بدا يطرى كما هاك تشوفي هاك. انا ما كملتش كامل التصوير كامل تاع هذه المرحله هذه لانه يجي طويل. تمي تحكي حتى تسخن يدك باش هذوك الحبيبات يمتصوا الليدام زين. بهذا الطريقه السمن يتوزع مليح ونتحصلوا على تشيشه ناعمه وسهله للتشكيل، كي تكوريها تتكور. الهدف من الحك هو تجانس التشيشه مع السمن باش المرحلة التالية كي نديرو مزهر تكون أسهل وتطلع الكويرات متماسكة وما تتفتتش. فضلا أختي إذا عجبك الفيديو ديري لي جيم واشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وقولي لي في التعليقات وش راكي حابة كاش وصفة نحطها لك بأبسط طريقة. نتمنى تعجبكم طريقتي وتجربيها. كما راكي تشوفي في التشيشه نتاعي بدات تطرى، ضكي نغطيها بالبلاستيك ونخليها ترتاح بيد ما نقيت الغرس. ما تنسايش راكي تاخدني وتستغفري تدي الاجر. هنا عندي التمر هذا نقيته زين بعنايه، نحيت له لي شابو هذوك والعلف تاعو ووخرته على جهه. رجعت قيس 250 غرام، رجعت للعجينه نتاعي للشيشه تاعي اللي كنت بسستها، ندير لها ماء الزهر، ماء ومزهر، جيبي ديري كيله. قبل ذلك درت عندي بيضة كاملة وندير نصف كيلة ماء، نزيد لها نصفها ماء الزهر، تبدا يقبل تحلي داك البيض هذاك كما كتشوفي ديري فيه الماء هذاك مزهر. ومن بعد تشمخي العجينه تاعك، يعني تستعملي كما راني درت لكم هاك بالاصابع فقط، ما تحاوليش انك تسكريها كي يدك وتفتحيها يعني تعجني تعركي، فقط يدك تبقى مفتوحه وراكي تفتلي هاك يدك مفتوحه، تستعملي يدك بزوج هكذاك هاك تنشريه يعني ما تعودش تجمليهاش باش يبقى لك المقروط تاعك يبقى هشيش ويجي ناجح. اني كملت الكيله هنا رجعت للماء الزهر، شمختها هاك مليح لانه جاني خفيف هذا ماء الزهر، يعني هو عطر ماء الزهر تشريه احسن، داك اللي ديروا منه 2 ملاعق يدير لك من 2 ملاعق ل3 يدير لك ريت تاع ماء، هذاك العطر هذاك احسن ما نستعملو. هذه المره ما لقاولي جابوا لي قرعه تاع ماء الزهر كامل ما فيهش ريحه ياس، يعني تقدري تستغني كاع على الماء كامل. ديري خليتها تشمخيها زين العجينه وتخليها تريح تشرب، راهي تشرب حتى وين تروحي للتمر تاعك ترجعي ليه توجديه. درت مزهر كما كنشوفوا شويه، درت ملعقه صغيره قرفه، اذا كان عندك القرنفل ثاني تقدري ديري منه، يعني تجيك منسمه بالقرنفل والقرفه يعطوا المقروط بنه هايله. درت 2 ملاعق كبار جلجلان ونعرك بالتدريج، ندير المزهر ونمرس وراني نحس كاش قشره قاسيه كاش حاجه نحها. اذا كانت محسب تقدري تخدميها تمرسيها مرسيها، هي من الاحسن هذيك الرحايل اليدويه تقلل عليك يعني العمليه هذيك تاع اللحم تخرجوا روعه.
كي تعودي تكوري فيه حبيتي توزنيه. صراحه انا كاع ما نستعملش الميزان، عيني هي ميزاني، ونوخروا على جهه. من بعد نرجع العجينه تاعي، نرجع ليها نلقاها لقيتها شربت، هي كتبقى بالبلاستيك لتحت، مديريش فقط قطعه تاع القماش. ترجعي ليها ديري زدت الماء، لقيتها ناشفه زدت الماء نصف الكيله، ندير نصف الكيله وراني نشوف لاني درت مزهر ماء ومزهر، وراني نفتل كيما هكا كما كتشوفيني نفتحو، ما نعجنوش كاع ما تقلطيش، تعجني بيدك تسكريها دائما يدك مفتوحه هاك وتفتلي وتخدمي هاك بخي ثاني، تبقى يدك مفتوحه هاك وراكي تلمي هكذاك. هذا ثاني عصير من اسرار نجاح المذكر، ثاني نديروا لكم معك المبسس كما يقولوا، ثاني تبقى يدك مفتوحه وراكي تخدمي هاك، عمرك ما تسكري يدك وتعجني كما راكي تشوفي هاك، دائما يد مفتوحه نفس الفتحه يعني، بتبقاي عارفه كيفاش راكي تخدمي، تخلي يدك دائما مفتوحه وراكي تجملي هاك حتى تحسيها صح ولا تعجينه طريه هكذاك، ومازال ما تعجنيهاش حتى تخليها تريح، من بعد تروحي تشوفي يعني يديها مفتوحه خلاص حسيتها تشمخت مليح، نعاود نرجع نغطيها بغطاء بلاستيكي ونزيد ندير لها القماش من فوق داك المنديل هذاك طرشونه، ونرجع للتمر تاعي نروح نستعين بالزيت، يدك على الزيت وتكربعيه كامل، لقيتي دوك الكميه ديك تاع التمر تكربعيه كامل، وترجعي للعجينه تاعك لقيتها شربت كامل داك الماء داك هاي ولات عجينه طريه سهله تكربعيها، يعني سهله التشكيل كما راكم تشوفوها. والتمر كربعته كامل كملته درت كويرات تكوريه، نقول كربع تكوريه كاع هاك، ومن بعد كما كتشوفي درت الحجم تاع التمر هذاك القرص والحجم ولا العجينه كيفاش تشوفي الحجم تاع هذاك وتاع الكويره تاع العجين، نفتح هاك على راحه اليد نبسط زين ديك العجينه، درت فيها كويره تاع التمر وراني نشكل فيها بسهوله بلا ما تتشقق لك، لانها راها مشبعه بالماء. هذا السر من اسرار نجاح المقروط، لازم يعود مشبع بالماء ومزهر، ما تخليهش يعني خاصو الماء ومزهر، عمره ما يجيك زين. يعني تشبعيه تعودي مره لو بسستيه مليح وتزيدي ثاني تشبعيه بالماء ومزهر الكميه الكافيه ليه، ما يعودش ناقص. تخافيش من ما تقولي نقى بشويه الميه بس، لا ثاني الماء راه عادو السر، يعني كما كتشوفي هاني طبعتها التشكيل الاول ندير هكا نبسطها في راحه اليد، ودرت كويره لداخل وتجمليها بسهوله عادي، ما كان حتى مشكله لا تشقيق لا تشقق لا والو. تروحي تدخليها في هذا الطابع خاص بمقروط البريستيج هذايا، تعبزي تحطيها وتعبزيها هكا على سطح العمل وترسي مليح، ومن بعد تخرجيها تجبديها برفق، دوري هاك الطابع كما كشفتيني دوريه كما هاك تجبديش مباشره، دوري هاك يعني تساعدي العجينه تساعديها باش تاخذ شكل راقي، شكل يعني شكل جميل، تدي الشكل تاع الطابع. هاني ندور فيه كما كتشوفي بشوي برك. هاني كملت الحبات تاوعي، تجيبي كوردون وتثقبيه 3 ثقبات، كل حبه 3 ثقبات هاك باش تساعدي اولا العطيه بيطيب لك مليح ما يعودش فيه الشك انه بقى خضر الداخل، وثانيا العسل يدخل كامل العسل في الحبه يعني تتشرب. بعد ما طاب درته مباشره في عسل بارد، يكون خففته بشويه ماء الزهر. هاد هنايا راه الصوره هذه راه كانت الغدوه عاودت طبخت العسل زين وزدت قطستو ودرته هنايا في الكيسات وزينته من فوق كما كنتو كوكاو ايفيلي وورد الشوش، هذاك عطالو لمعه يعني عسل كان عاقد ياسر اكثر من تاع المره الاولى، ما زدتلو والو. هنايا نقسم لكم حبه على زوج، شوفوها من الداخل الحقيقه اصلا تكسر لي، ما عرفتش قايتي كيفاش نوريه لكم زين، تكسر كامل. شوفوا اذا عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتراك ومشاركه الفيديو، ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع هذا النهار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.